أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم سنتحدث عن القمة التي كانت يوم أمس بين الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة. قمة في دور نصف نهائي أوفت بكل الوعود، قمة نارية دراماتيكية، سميها ما شئت، قمة عرفت كل الأشياء. وصلنا حتى الأشواط الإضافية. الرجاء كان منهزما في البداية ثم تدارك الموقف وانتصر، لكن عاد المولودية وعدل النتيجة، ثم في الأشواط الإضافية سجل الهدف عن طريق ضربة جزاء. وكانت الشكوك حول هل الرجاء في استطاعته أن يعود في هذه المقابلة أم أن الأمور انتهت لصالح المولودية الوجدية. كل هذه الأشياء قام بها المولودية الوجدية، وهنالك شكوك وتخوف من جماهير الرجاء حول مصير الرجاء في الدقائق الأخيرة. لكن الرجاء البيضاوي حضر بشخصية ريال مدريد، وريال مدريد كما تعلمون هو من يعود في الأنفاس الأخيرة ويقلب الطاولة على الخصوم، وهذا ما حدث. الرجاء يقلب الطاولة على المولودية الوجدية وينتصر ب4 أهداف ل3، وكانت ربما ستكون 5 أهداف ل3 لولا لولا سوء الطالع، أو لولا عدم الجدية من اللاعب الذي سدد أكواد أو سدد ضربة جزاء بتلك الطريقة التي ربما هو ضامن التأهل، لذلك فكر في طريقة بالينكا الشهيرة. الرجاء البيضاوي أبلى البلاء الحسن في هذه المقابلة، وكان ند للند للمولودية الوجدية. أيضا المولودية الوجدية تشكر على هذا الأداء وهذا المستوى الغير متوقع للأمانة، لأن المولودية الوجدية كانت خسرت المباراة في الدوري المغربي لصالح الرجاء البيضاوي ب3 أهداف ل0، وعلى إثرها توج الرجاء البيضاوي باللقب الثالث عشر على مستوى الدوري المغربي. لكن هذه المباراة كانت مختلفة تماما، ونحن نعلم بأن المباريات الكؤوس تختلف تماما عن مباريات الدوري، لأن مباريات الكؤوس لا يمكن التعويض فيها عكس مباريات الدوري. الرجاء البيضاوي ربما تهاون ولم يتعامل مع الأمور بجدية، ربما قال بأن المولودية الوجدية فريق ضعيف وسنفوز عليه بسهولة، لكن أحرج الرجاء البيضاوي في الحقيقة وكاد أن يقسيه لولا التغييرات حقيقة لزين باور الذي أقحم اللاعب الجزائري الذي قام بكل شيء فحقيقة وسجل هدفين. هدف الأخير هدف صراحة بذكاء، هدف بروعة حقيقة. يشكر هذا اللاعب الجزائري على هذا الأداء الطيب وهذا المستوى الكبير الذي قدمه في هذه المباراة. هنالك أيضا الحديث حول النهائي بين الرجاء والجيش الملكي، لأنهم هم من يستحقوا التأهل والتواجد في النهائي. الوصيف وبطل الدوري المغربي يتواجهان وجها لوجه في قمة القمم في نهائي كأس العرش. تعادل في الدوري، لم يفز ولا فريق على الآخر، تعادل في مواجهتين. لكن تاريخيا وعلى المستوى كأس العرش الرجاء يتفوق في النهائيات على الجيش الملكي. خسر الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي في نهائيين، ورغم أن الجيش الملكي سلطان هذه المسابقة، رغم ذلك خسر النهائي مرتين أمام الرجاء البيضاوي. فهل هذا سيكون دافع بالنسبة للرجاء البيضاوي لكي يفوز بالنهائي الكأس العرش، أم أن هنالك أمور مختلفة ستكون في المباراة وسيتوج الجيش الملكي باللقب؟ الرجاء تأهل إلى النهائي الثاني على التوالي، وبالتالي سيكون أمر صعب وأمر مر على جمهور الرجاء البيضاوي إذا ما خسر النهائي الثاني على التوالي على مستوى كأس العرش. نحن نعلم بأنه خسر النهائي الموسم الماضي أمام بركان، لكن هذه السنة تطلعات الرجاء وجماهير الرجاء مختلفة تماما حول هذا النهائي. سيكون نهائي بكل حماس، بصراحة سيكون نهائي كبير بين عملاقين من عمالقة الدوري المغربي أو من عمالقة الكرة المغربية، الرجاء البيضاوي والجيش الملكي.